الوحدة، تتخيل تأثيرها عليك بيعادل تدخين 15 سيجارة يومية؟ يا ترى ايه سبب إحساسك بالوحدة؟ انت ولا الناس اللي حواليك؟ ازاي يعني؟ الوحدة إحساس كلنا ممكن نمر بيه. شاب ممكن يحس بيها، شخص متجوز ممكن يحس بيها، واحد عايش وسط عيلته وبرضه يحس بيها، واحد ناجح ومشهور وكل الناس عايزة تكون معاه وفي آخر اليوم يحس إنه لوحده. ده لأن الوحدة مش دايما معناها إن مفيش ناس حواليك. الوحدة إنك تبقى محتاج تقول أنا تعبان بس ما تلاقيش الشخص اللي تحكيله. الوحدة إنك تدور إن حد يفهمك من غير ما تشرح كتير، من غير ما تبرر وجعك، من غير ما تستهلك طاقة علشان تثبت إن اللي جواك ده حقيقي وبرضه ما تلاقيهوش. إنك تبقى شايل كلام كتير بس كل مرة تيجي تتكلم تحس إن الكلام مش هيوصل فتسكت، وفي حتة جواك محدش عارف يوصل لها. في دراسة عالمية اتعملت من مؤسسة ميتا جالوب، اتعملت في أكتر من 140 دولة. النتيجة كانت حوالي 24% من سكان العالم قالوا إنهم بيحسوا بالوحدة بدرجة كبيرة أو متوسطة. يعني تقريبا 1 من كل 4 أشخاص بيحس بيها. بالرغم إن أنت لو بصيت النهاردة بقى في فيسبوك وتويتر وإنستجرام، وسائل تواصل اجتماعي مهمة جدا وموجودة. طب إزاي الإنسان بعد كل ده بيحس بالوحدة؟ الوحدة مش إحساس شخص بيحاول يخبيه، دي بقت ظاهرة كبيرة جدا لدرجة إن الBBC عملت استبيان شارك فيه 55,000 شخص من أعمار مختلفة، والنتيجة بصراحة كانت مفاجأة. النسبة الأكبر اللي بتشتكي من الوحدة جاية من سن الشباب، من حوالي سن 16 ل 24 سنة. كانوا بيقولوا إنه محدش فاهمهم وإنهم مش لاقيين حد يتكلموا معاه، حاسين إنهم منفصلين عن العالم اللي حواليهم، كأن الحياة ماشية وهم واقفين بيتفرجوا عليها. وده غريب لأن السن ده المفروض يكون سن اللمة، الصحاب، البدايات. سن الموبايل ما بيبطلش رسايل والسوشيال ميديا مفتوحة طول اليوم، بس الواضح إن الاتصال زاد والونس قل. بقينا نشارك صور كتير بس مش بنشارك اللي جوانا. بقى لما حد يبعت لك عامل ايه ترد بسرعة وتقول أنا كويس، مش لأنك كداب بس لأنك مش متأكد اللي بيسأل ده مستعد يسمعك ولا لأ. فبتختصر على نفسك بكلمة أنا كويس وتكمل اليوم عادي. وهنا أقدر أقول إن الوحدة بقت وباء على وباء لأن الوحدة مش بتأثر على نفسيتك بس، دي بتأثر على جسمك كمان. في مجموعة باحثين جابوا 150 متطوع وادوا لهم فيروس برد وسابوا ليهم الحرية، تحبوا تتفاعلوا مع الناس ولا تعزلوا نفسيكوا، بس بشرط كل واحد يسجل إحساس الوحدة من عدمه. لو ان الاشخاص اللي قرروا يعزلوا نفسيهم اللي هم حاسين بالوحدة الاعراض بتزيد عندهم، فمدة الشفاء بتطول. وده لان الانسان لما يحس انه لوحده جسمه ما بيفهمش ده احساس عابر، الجسم بيترجم ده كأنه خطر، في انذار شغال جوه جسمك طول الوقت. والاحساس ده معاك ان في ناس بتحس بالراحة وهي قاعدة لوحدها وتحب تقعد مع نفسها شوية، تقرأ، تفكر، تسمع مزيكا، تسافر لوحدها، تسكت شوية بعيد عن الدوشة. وده مش مرض ولا مشكلة ولا معناه ان الشخص وحيد، ممكن تكون دي نقطة استعادة طاقة، مساحة آمنة بينك وبين نفسك. بس مش ده الشعور اللي بكلمك عنه. وفي فرق كبير بين انك تختار تبقى لوحدك وان الوحدة هي اللي تختارك. ممكن تبقى وسط ناس كتير بس من جواك حاسس انك غريب، محدش واخد باله من سكوتك، محدش سامع التعب اللي ورا ضحكتك، محدش سأل السؤال اللي انت مستنيه من غير ما تطلبه. وهنا الوحدة بتبقى مش من غياب الناس، الوحدة بتبقى غياب الإحساس. ومن هنا نبدأ نفهم إيه اللي بيخلي الإنسان يوصل للإحساس ده، إيه الأسباب اللي بتخلي الوحدة تدخل جواه حتى لو حياته من بره شكلها مليان. السبب الأول الزحمة. تستغرب لو قلتلك إن الزحمة ممكن تكون سبب من أسباب الوحدة. الزحمة لأن دماغ الإنسان مش متصممة بالكامل على العالم اللي عايشين فيه دلوقتي. ذاكرة الإنسان النفسية جاية من عصور قديمة شوية، أقدم بكتير من المدن الكبيرة اللي بنعيش فيها دلوقتي، بنعيش فيها وسط الزحمة والسوشيال ميديا. ذاكرة ورثناها كلنا من زمان فات. الإنسان كان عايش في دوائر أصغر، وشوش معروفة وناس مألوفة، أصحاب أكتر وأغرب أقل. لكن النهاردة أنت ممكن في يوم واحد تتعرض لناس انت ما تعرفش عنهم اي حاجة اكتر من اللي جدك اتعرض لهم طول حياته. وهنا تعالى اقول لك الزحمة بتعمل ايه.
الزحمة بتعمل عكس اللي احنا متخيلينه، بتحسسك بوحدة أكتر. فالجسم والعقل بيعملوا إيه؟ بيحسوا بالخطر، فيبتدوا يحموا نفسيهم. تعمل إيه بقى حضرتك؟ تتجاهل، تختصر، ما تبصش كتير، ما تتدخلش في كلام. مش لأنك وحيد أو منطوي، لأ، لأنك لو فتحت الباب لكل حاجة هتتعب. في دراسة عملها عالم اسمه روبن دامبر، قال إيه؟ قال إن حجم القشرة الدماغية للإنسان مرتبط بقدرته على إدارة العلاقات. إيه الكلام الكبير ده؟ ببساطة كده، دامبر قال إن العلاقات المستقرة في حياة الإنسان اللي دماغك يقدر يتقبلها 150 علاقة، وقسمهم لمجموعة دوائر. أول دايرة اللي هي الدايرة الأقرب، حوالي تقريبا 5 بني آدمين، دول الدايرة الأقرب ليك، دول الناس اللي ممكن تبين ضعفك قدامهم. والدايرة اللي بعدها حوالي 15 إنسان، دي دايرة الدعم القريب، ناس تقدر تلجأ لهم وقت الضيق. والدايرة الأبعد 50 شخص، دي دايرة الأصدقاء والمعارف. واللي أبعد خالص 150 شخص، دول الشبكة الاجتماعية المستقرة. علشان كده أحيانا الوحدة مش بتيجي من الفراغ، ساعات بتيجي من الزحمة، زحمة الناس من غير قرب، زحمة الكلام من غير فهم، زحمة التواصل من غير ونس. الحب من غير أمل أسمى معاني الحاجات يا يسرية. أنا بتكلم بجد يا إبراهيم، يعني حد ممكن يرجع يدور على حد كان بيحبه من 14 سنة؟ ممكن لو فاضي. السبب التاني التوقعات. كل علاقة في حياتك ليها مسافة، المسافة دي هي اللي بتحدد شكل العلاقة، وانت من غير ما تحس بتحط للعلاقة دي توقعات. يعني بتبني جوه دماغك صورة للشخص ده، وهو المفروض يتصرف على أساسها. تتوقع ان هو يسمعك، يفهمك، يشاركك حلمك، حد تفكيره يبقى شبه تفكيرك. وهنا تبدأ المشكلة، لأن مش كل شخص قريب منك قادر يديك نفس نوع القرب اللي انت محتاجه، ومش كل علاقة موجودة في حياتك ينفع تشيلها فوق طاقتها. وهنا الوحدة بتدخل من باب غريب، باب اسمه عدم التطابق. انت ساعات بتكون عايز في مرحلة معينة حد يكون فاهم طموحك أو ألمك أو طريقتك في التفكير أو حتى هزارك، وده ممكن يخليك تكون ظالمهم أحيانا، وظالم نفسك أحيانا تانية. ظالمهم لأنهم موجودين بطريقتهم، وظالم نفسك لأنك مستني منهم دور مش شبههم. فالسؤال هنا، هل انت فعلا محتاج ناس جديدة، ولا محتاج تشوف الناس اللي حواليك من غير ما تقارنهم بالصورة اللي في دماغك؟ أطلع أرمي لك نفسي من السطوح يا إبراهيم. وتفتكري كده هشبع يا يسرية؟ والإجابة هنا مش دايما يا ده يا دي، ساعات فعلا بتحتاج ناس جديدة، ناس تشبه المرحلة اللي انت داخل عليها، تشبه وعيك الجديد، حلمك، تشبه الكلام اللي بقى مهم عندك. لأن الإنسان بيتغير مع الزمن اللي بيمر عليه، ومش كل دايرة قديمة تقدر تكمل مع النسخة الجديدة. بس ساعات تانية المشكلة ما بتكونش في الناس اللي حواليك، المشكلة بتكون في الصورة اللي انت حاططها جوه دماغك عنهم. صورة مثالية عن الصاحب اللي لازم يفهمك من غير ما تشرح، وعن القعدة اللي لازم تكون شبهك 100 وعلى الناس اللي لازم تكون عميقة طول الوقت، وعن العلاقة اللي لازم تديك حاجة كل شوية، وده مش بيحصل دايما. السؤال الأصدق، مين من اللي حواليك ينفع لكل نوع من القرب؟ مين ينفع تضحك معاه؟ مين ينفع تحكي له؟ مين ينفع تستشيره؟ ومين ينفع تسكت جنبه؟ مين لازم تحبه بس ما تطلبش منه حاجة هي مش عنده؟ ولما تفهم ده هتكتشف ان جزء كبير من الوحدة بيقل، مش لما الناس تتغير، لكن لما توقعاتك بيهم تبقى أرحم بيك وبيهم. وساعتها هتعرف ان انت ساعات ممكن تكون محتاج ناس جديدة، بس كمان محتاج انك تتعلم تشوف الناس اللي موجودة في حياتك من غير ما تحاكمهم على الصورة اللي مش شبههم. بس لو اصلا تجرحيني للدرجه دي. الضمان السبب التالت. انت شريره معايا. في نوع غريب بيجي من الوحدة، بيجي مش لأنك بعيد عن الناس، بيجي لأنهم اطمنوا زيادة إن أنت موجود، ضمنوا وجودك، ضمنوا طيبتك، ضمنوا رد فعلك، ضمنوا إن أنت مهما زعلت مش هتمشي. وهنا الضمان بيبقى خطر، لأن الإنسان أول ما يتحول في حياة الناس لحاجة مضمونة الاهتمام بيقل، السؤال بيتأجل، والاعتذار بيتأخر، والقرب بيبقى على حسب وقتهم مش احتياجك. تلاقي نفسك موجود طول الوقت بس مش متشاف أصلا، لما يحتاجوك يلاقوك، ولما يتعبوا يسمعوك، ولما يقعوا تسندهم. لكن لما انت تتعب يحسوا انك هتقوم لوحدك، لما تسكت يقولوا عادي دايما بيرجع، لما تبعد يفتكروا انك هتهدى وترجع زي كل مرة.
وهنا الوحدة بتدخل من باب قاسي جدا، إن وجودك اتحول لعادة، والعادة ساعات بتخلي الناس تنسى تشكر، تنسى تسأل، تنسى تطمن، تنسى إن اللي قدامهم مش دايما قادر يفضل موجود بنفس القوة. الضمان في العلاقات مش أمان. الضمان ساعات بيبقى بداية الإهمال لما الناس تضمنك بزيادة، بتبدأ تتعامل مع وجعك باستهزاء، ومع سكوتك كأنه طبيعي، ومع تعبك كأنه مرحلة وهتعدي. وساعتها هتحس بوحدة مؤلمة، إنك موجود معاهم بس محدش خايف عليك، إنك جنبهم بس محدش واخد باله أنت محتاج حد جنبك ولا لأ. وهنا يخلينا نسأل السؤال: هل الناس اللي حواليك مطمنين لك ولا ضامنينك؟ لأن في فرق كبير. The disease is human emotion. I congratulate you, for there is a cure for this disease. السبب الرابع: وهم الاستغناء. احنا بقينا في زمن بيمجد الاسترونج والاندبندنت. بقينا احيانا نبص للوحدة كأنها ضعف. ممكن تسمع: ما تنشف، اعتمد على نفسك، انت محتاج ناس ليه؟ وكأن الاحتياج بقى ضعف، وكأنك تقول انا محتاج حد جنبي بقى عيب. النهاردة بقى فيه تمجيد مبالغ جدا لفكرة الإنسان القوي، اللي ما بيحتاجش لحد، اللي ما بيطلبش، اللي يقوم لوحده، اللي يتكسر من جوه يبان ثابت. أنا ما بقولش إن ده غلط، بس ده بيعمل بيئة حواليك بتوصلك في الآخر للوحدة. لا، وكمان بيخليك تخجل إنك تقول أنا حاسس بوحدة. الحقيقة إن الإنسان ما يعرفش يعيش لوحده طول الوقت. الاستقلال مهم، والاعتماد على النفس مهم، بس لما يتحولوا لفكرة إنك ما تحتاجش حد أبدا، ده بيبقى ضد طبيعتك. في دراسة اتعملت على حوالي 2150 مراهق. الباحثين لقوا إيه؟ لقوا إن الاعتماد الزيادة على النفس والوهم بالاستغناء الزايد ارتبط بقلة طلبهم بالمساعدة. بمعنى أعراض الاكتئاب عندهم زادت، وبقى في أفكار انتحارية. الدراسة ما بتقولش إن الاستقلال وحش، ولا إن كل شخص مستقل معرض للخطر. هي بتتكلم عن الاعتماد المفرط على النفس لما يتحول لفكرة إنه لازم أشيل كل حاجة لوحدي، أو إن أنا مطلوبش حاجة، أو إن أنا محتاجش حد. هنا وهم الاستغناء بيبقى خطر، لأنه بيقنعك إن طلب المساعدة ضعف، ومع إن ساعات طلب المساعدة هو شكل من أشكال القوة. الخلاصة يا صديقي: إحساس الوحدة ما تتكسفش منه. الوحدة بقت إحساس موجود حوالينا أكتر ما نتخيل. ممكن تلاقي أقرب حد ليك قاعد جنبك، بيضحك معاك وبيشاركك كل يوم، بس من جواه حاسس إنه لوحده. وممكن انت تكون كمان وسط دايرة ناس بتحبك، بس في لحظة معينة بتحس إنك محدش واصل للي جواك. فالعيب مش إنك تحس بالوحدة، العيب إنك تسيبها تكبر جواك من غير ما تفهمها، من غير ما تعرف إيه الأسباب اللي بتخليك تحس بيها. الوحدة مش ضعف، دي إشارة إن في احتياج جواك محتاج يتشاف، في علاقات محتاجة تتراجع، في دايرة محتاجة تترتب. علشان كده ما تستهونش بوحدتك، وما تستهونش بوحدة اللي جنبك. وصدقني الحياة أقصر بكتير قوي إنك تستحمل إحساس الوحدة لوحدك. سلام.